عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والعواشر مبروكه. واليوم 27، الله يجعل حبيبي ربي يقبل منا الصلاه بديورنا ولينا والامه محمد وجميع المسلمين. ومرحبا بكم عندي في القناه ديالي. واليوم غادي نقدم معكم الطعام نفتلو بيديا. هي العادات ديالنا حنا ببلادنا الليله 27 غنفتلو الطعام بيدينا، واخا كاين الطعام اخر متوفر نفضلو نفتلوه بيدينا صحي ومزيان. كما تشوفوا معايا عندي الطحين ديال الفينو، ولا نعوضوه بالسميده الرقيقه، وعندي الطحين ديال القمح. غادي نبدا بالفينو ولا نعوضوها بالسميده الرقيقه. نديرها هي الاولى. بسم الله. بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. كما تشوفوا بديت بالسميده هي الاولى باش الطحين ما يتكورناش. دائما نبداو بالفينو ولا بالسميده. انا درت الفينو، نتوما عوضوها بالسميده الا بغيتو. وندير عاوتاني شويه طحين د القمح. اي حاجه على اليد راه صحيه وبنينه، لا الكسكسو ولا الخبز ولا الحاجه الدار، ماشي هي الزنقه. نتمنى تجربوه العيالات. هاد الغربال هذا اللي نصاوب به الطعام خاص يكونوا العيون ديالو يكونوا راضين شويه باش يهبط من الطعام، وعاد يكون عندنا واحد رقيق عاوتاني نعاودو به باش يهبط منه الدقيق. كما تشوفوا من بعد ما نغربل الطعام ديالي في الغربال غادي نديرو في الطبق. وهذا الطبق ضروري للطعام، وداك الغليط اللي يبقى لي غادي نفتلوه في الطبق. كما تشوفوا غادي ندير شويه الدقيق ونفتل حتى يرجع لنا الطعام مفتول بحال هذا الشكل هذا. وغادي نستمر على هذه الطريقه هذه، نفط بحال هذا الشكل. داك الغليط اي نجمع ليه قدام ورقيق يبقى، وانا نفتلو بيديا. وفي الثاني عاوتاني نغربلوه بالغربال يبقى لي الغليط، عاوتاني ندوزو عاوتاني في الطبق بحال هذا الشكل. ما تشوفوا كما تشوفوا الطعام ديالي ها هو هذا هو اللي فتت. دابا غادي نعاودو السيار الخفيف اللي انا طيحت منه الطعام. ما تشوفوا دابا يطيح الطعام فتو. هذا هو الطعام ديالنا فتول. غادي ندوزو شويه هكا باش يتمر مزيان. ما درتلو بيدك هكا هو يتفتل مزيان باش ما يتعجن ما والو، يجي واخا يبات مسقي ما يتعجنش. ضروري اللي بغا يفتل الطعام خصو هذا الطبق ضروري. دابا غادي ندوزو في الغربال الرقيقه باش يطيح لنا الدقيق ويبقى غير الطعام. الانسان باش ما ياكلش بالملل، اي حاجه خدنا في الكوزينه ديالو راه ما ياكلش بالملل. غادي نسقطو مزيان باش ما يبقاش فيه الطحين. اما الطحين الا بقى لنا الطحين في الطعام راه غادي تعجننا، خصو يبقى غير الطعام. كما تشوفوا قربوا الكاميرا. طعام مفتول.
كما تشوفوا. صافي دابا الدقيق ما بقاش، دابا غادي نديرو في الطوسيب تنحصلوا واحد الكميه كبيره اللي قدنا. ندير له هكا باش ما يتعجنش، ما تخويش بالجهد، غير بشويه. هذا هو الطعام ديالنا. والدقيق اللي طاح من الغربه لها الغربه كي دايره رفيقه، اللي اطيح لنا الدقيق ولا تكون غليظه شويه. منا عندي غير هذه. هذا هو الدقيق اللي طاح. غادي دابا نزيدو عليه عاوتاني شويه د طحين د القمح وشويه طحين الفينو ولا السميده، وغادي عاوتاني نبدا نزيدو عليه بحال هذا الشكل هذا عاوتاني نفس الطريقه، ونزيدو فتله اخرى، نزيدو عاود خبزه اخرى حتى نحصلوا على الكميه اللي تكفينا على حسب العائله. انا مثل 2 كيلو الطعام على حساب العائله، ولا كيلو ولا المهم كما تشوفوا 27 عائله نجمعوا. وليداتي يجيو لعندي نستمر معكم نفس الطريقه. الدقيق اللي طاح لي من الغربال هو هذا، ونزيد عليه عاوتاني شويه د الفينو، ونزيد عليه شويه د القمح، شويه من هنا وشويه من هنا، عاوتاني نفتل. والماء ندير غير بشويه، الغرفه صغيره، ما نديرش الماء بزاف ما يتعجن ليها. كما تشوفوا قربوا الكاميرا، غير بحال شويه الماء، هانتو شويه من هنا وشويه من هنا، وانا نفتل صافي. ونستمروا في نفس الطريقه ونتلاقاو. كما تشوفوا هذا هو الطعام اللي تلت معكم هذا النهار. هذه هي النتيجه. انا نزيناتو، وهذه الكميه اللي عطاني قسم 2 كيلو هنايا. ومنين نفورها راه غادي يذوب الماء، يزيد كثر. ودابا درت البرمه ديالي فيها الماء، خليت الماء حتى يغلي، وغادي ندوز نديرها في الكسكاس. قبل ما نديرو في الكسكاس غادي ندير له شويه الزيت باش ما يتحجنش. زعما ندير شويه الزيت العود ولا النباتيه، ضروري ندهنوه بالزيت بحال هذا الشكل. ان الزيت العود تعطي واحد المذاق زويون وصحيه. على هذا الشكل صافي. ونديرو في الكسكاس ديالنا يفور. ضروري نغطيوه بشي كتامه نقيه، تكون نقيه.
باش يطيب مزيان، لان هذا الطعام مازال ما فيه حتى تطيبه وحده، ماشي بحال الطعام ديال البواكي يكون عنده مفور واخا ما دارلوش الكتانه ما كاين مشكل. اما هذا خصو ضروري يدير له الكتانه من الفوق باش يطيب مزيان. الاحسن ندير كتانه احسن من الغلاقه ديال الكسكاس المغطى ديال الكسكاس، لان الكتانه ما يتعجنش، وإلا درت له مغطى الكسكاس راه غادي يتعجن. بالنسبه باش نسقيو الطعام ديالنا غادي نديروه بالتصفايه كما تشوفوا. عندي الدجاج، جبت الدجاجه مكموله قسمتها في النص على جوج، وانتم الا بغيتو ديروها مكموله ديروها. انا درت الدجاجه على جوج كما تشوفوا. دابا غادي ندير لها شرميله نشرملها. عندي 2 معالق الزبده، عندي معلقه سكينجبير، معلقه الابزار، معلقه الخرقوم، خلط مزيان. غادي ندير بريس ديال 2 ريوس ديال الثومه، بريس ديال الثومه. الثومه واعطي واحد البنه زوينه، ضروريه الثومه في الدجاج. نزيد شويه الماء باش نخلط هاد الزبيده مع هاد العطريه. الملحه عندي الدجاج مملح، انا منين نشريه نملحو. بايت عندي الليله كامله في الحامض في الخل، درت له الخل باش يتعقم الدجاج وداكشي، ودرت له الملحه بزاف كثيره. دابا بلا ما نملحوه باه ملي شرمت الدجاج ديالي خليته يشرب واحد 20 دقيقه باش يشرب هاد الشرميله كما تشوفوا. دابا غادي ندوز نطيبوا الدجاج. غادي ندير البصله مشلضه، راس البصله مشلض هو الاول في القاع ديال الكوكوت. غادي ندير الدجاج بسم الله. حمصت بيتو الليله كامله في الماء مرقد وفي الزيت وغسلته مزيان. دابا غادي نديرو مع الدجاج يطيب. غادي ندير شويه د الربيع، الصبر والمعدنوس عندي مخلطين. بالنسبه للعطريه عندي نص معلقه الابزار، كنا الابزار حار، معلقه صغيره د سكينجبير، معلقه صغيره د الخرقوم. غادي نديرو شويه د الملحه، لان الدجاج عندي مملح، غادي ندير غير شويه. وغادي ندير شويه د الزيت البلديه، شويه الزيت النباتيه تمام نص كاس ما بين الزيت البلديه والروميه. كما تشوفوا من بعد ما نخلطها مزيان في هذه العطريه وفي هذه البصله وفي التوابل كامله، ونغلي شويه تشحر شويه. وغادي ندير مرويه بعد ما تقلى الدجاج مع الشرموله. غادي ندير عليها الماء حتى تغطى، كنغيب اللحم بالماء. ندير فيها الماء الكافي باش ما نزيدلهاش الماء الكافي باش تطيب، باش ما نزيدلهاش الماء مره اخرى. دابا غادي نقفل عليها. بالنسبه للتفايه غادي نحتاج نص كيلو د البصله، قطعته رقيق بزاف. غادي نديرو هنا الكوكوط ديالي تقلى. بالنسبه للعطريه عندي نص معلقه سكينجبير، نص معلقه الخرقوم، نص معلقه الابزار، عندي معلقه كبيره د القرفه.
درت العطريه والقرفه غادي نديرها حتى تسالي. غادي ندير شويه الزيت بالليه، بسم الله. ما نديروش بزاف، ثمن واحد 4 المعالق هكا. بعد تشوفوا البصيله ديالي هي تقلات على نار هايله، وغادي ندير شويه الماء، نص كاس الماء، لان البصله راه اطلق الماء. صافي ونحركها. ندير شويه عفوا نسيت المليحه، ندير شويه المليحه. صافي ونحركها ونقفل عليها واحد نص ساعه هكا. الطعام ديالي هو الفوار، دابا غادي نديرو في القصعه ولا القصريه. التصويره الاولى تبارك الله مازال ما درتلوش الماء، هو زاد النص. بعد غادي نزيد له شويه الزيت اللي ولا النباتيه. ما درتش المليحه، غادي نزيد له شويه المليحه. المليحه شيتوها بالبار. ندير الماء، باش نخلطو مزيان هكا، نخلطو مزيان ونخليه يشرب واحد 10 دقائق هكا حتى يشرب مزيان عاوتاني ونرجعو يفوار. هذا هو الطعام ديالي من بعد ما شرب. دابا غادي نردو يفور تصويره ثانيه كما تشوفوا. تبارك الله شحال دار. بسم الله غادي نردو يفور. بعد ما تخلط لي البصله ديالي كما تشوفوا وهي طابت مزيان، طايبه مزيان كما تشوفوا. غادي نزيد عليها هاد الزبيب اللي عندي مفزك ورطب. غادي نزيد عليها القرفه، غادي نزيد عليها 3 المعالق سنيده، والقرفه 8 معلقه كبيره. غادي نخلط ونخليها على نار مهيله، نخليها على نار مهيله على ما تعسل شويه صافي ونطفي عليها. هو الطعام ديالي فورتو، درت له 2 تصفيرات. دابا غادي نخوي باش نسقي. هو طايب تبارك الله، ريحه زيت البلديه تجي زوينه في الطعام. نوريكم الكميه الله كيلو د الفينو، نص كيلو د طحين القمح. تبارك الله عطاني هذا الشيء خير والبركه. وانا غادي نصديه في طبسي صغير. جاني الطعام بزاف غادي نخليه في القصريه وغادي نسقيه ما ينسكر. واللي غادي يبقى لي ندير شي ثوب نقي ونديرو نطرحو ونديرو نقبسو ونخبعو مره اخرى وعاوتاني نفورو بحال اللي افور الطعام د الحانوت الباكيه. كينشف كيولي كامل. كينشف. راني دائما نفصل الطعام بزاف ونفورو غير تصويره وحده بالحقيقه. هكذا بغيتو تخبعوه تقبسوه غير تصويره وحده ونقبسو ونخبعو. فايمان باغي ندير الطعام نجبد اللي بغيت، كيلو ولا نص كيلو ولا القدر اللي نقدر عليه، راني نفزقو عاوتاني ونفورو. دائما انا ملي كان المرحوم عايش الله يرحمه دائما كان يردني نهار الجمعه نفتلو الطعام. ما كانش يبغي ياكل الطعام بالحانوت، نفصلو الطعام الجمعه ونصغبولو د القمح ولا د الشعير كل مره وداياش. كيدير له اللبن ياك ساكوك كيجي زوين عاوتاني ساكوك. الشعير ندير به اللبن والى بارك الله وقياس صافي بارك
هكا. وهاد الطعام راني تعلمته من عند الوالده، الله يشافيها ويعطيها صحتها، راه مريضه حتى هي بزاف هذه ما شفتها. نبلغ لها التحيه والشفاء من عند الله تعالى، الله يشافي جميع المسلمين. نجيب اللحم، هي التفايه، هاي التفايه ديالي الواجده كما تشوفوا مع السلة غزاله تبارك الله. واللحم هذا الدجاج ها هي باينه، هي والحمص. غادي دابا ندوز ندير هذا الطعام. خساره كنت هاد الليله كانت نصلي في الجوامع، وي الحمد لله هادشي اللي كتب الله، مقادير الله اللي عطانا الله، الحمد ونشكره. نطلبوا عليه الصحه والسلامه لكم الحمد جميع المسلمين. الصلاه ديالنا راه خص الانسان يصلي من القلب ديالو، ولينا بالدعاء نديروا الدعاء داكشي اللي كاين. يرفد ربي علينا هذا الوباء. وللتزيين غادي نزين باللوز، وغادي نزين بشويه د المشماش حسنتو بالقرفه بشويه السكر. وهذا هو الشكل النهائي الطعام اللي درت معكم هذا النهار. كيشهي، الله يعطيك الصحه. كما تشوفوا الريحه ديالو فنه، يا سلام، زوين. ونتمنى تجربوه، وراه اذا جربتوه غادي يعجبكم ونشاركوا معكم، ونتمناو تشاركوا عندي وتابوناو عندي وبصحه والراحه. نتمنى لكم هذا النهار سعيد ومبروك، والله يقبلنا الصلاه، ونصليو جميع المسلمين في الديور ديالنا، ونصليو فرحانين والحمد لله والشكر لله على هذا النهار المبارك. ومرحبا بكم عندي كاملين.